السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع ليلى أسكور. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال وبخير وعلى خير. اقتراح اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الكيك ديال البرتقال في المول الجديد اللي كيجي رائع بزاف بزاف. صراحه هذا المول غادي يعجبكم، فيه عده استعمالات. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وينال استحسانكم. بالنسبه لهذا الكيك كيجي زوين، كيجي مشرب بالعصير ديال البرتقال. وهاد الكيكه نقدروا نسميوها كيكه مغطوسه او لا كيك بالبرتقال. ممكن ديروها ككيك يومي، كتجي رائعه رائعه وخفيفه ومشربه. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح يعجبكم. وعلى بركه الله غادي ندوزوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هاد الكيك الخفيف والمنعش. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال الكيك، المهم انا غادي نستعملو بالعصير ديال البرتقال. دابا راه الوقت ديالو متوفر تبارك الله بجميع الانواع، كاين الصغير كاين الكبير. المهم هنايا عندي تقريبا كاس لاروب ديال السكر، كاس كبير ديال عصير ديال البرتقال. هنا تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، والحبات البيض عندي 5 ديال البيضات، وقشور ديال البرتقاله محكوكه، وواحد 3 ديال الخمارات حمرين، وهنايا تقريبا طحين حسب الخليط. المهم هاد غادي نخدم وغادي نقول لكم هاد المول شحال هز ليا، حيت اول مره غادي نخدم به وبغيت نشارك معكم هاد الكيك. بالنسبه للبيض تقدروا ديروا حتى 3 ديال البيضات او 4 ديال البيضات، انا درت 5 حيت بان لي المول كبير. المهم هذا راه حجم عائلي، يعني اللي ما عندهاش تقدر تستغنى على هاد المول ودير نص الكميه. خديت هنايا الخلاط الكهربائي هو باش غادي نخدم. درت داك البيض اللي خصو يكون بحراره المطبخ بطبيعه الحال. وبالنسبه للكيسان اللي عبرت بهم راهم كبر من كاس العنبه واحد شويه، يعني ماشي كيسان العنبه باش عبرت، هاد الكيسان غتاخذوا الحجم اللي كبر من الكاس ديال العنبه واحد شويه هو باش غادي تخدموا. صافي هنايا درت البيض والسكر، غندير واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نخلط كلشي في الخلاط مزيان مزيان حتى يولي لي الخليط ابيض بحال هذا الشكل. ومن بعد غادي نضيف داك الزيت. يعني هاد الطريقه كتجي ساهله وسريعه دغيا دغيا في الخلاط. وعصير البرتقال كما كتعرفوا دابا الوقت ديالو موجود تبارك الله بجميع الاحجام، كاين الصغير المتوسط الكبير، جميع انواع البرتقال. هذه هي الوقت ديالها في شهر واحد كيكون متوفر بزاف وحلو وزوين. صافي هنايا بعد ما خلطت الخليط كما كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالو 3 ديال المرات، كنخويه في واحد البول اللي تكون كبيره، وكنكمل المزج ديال الخليط ديالي. المهم بالنسبه للكيك راه كيك عادي يومي، هذا كنديروه دائما زعما، يعني ماشي شي حاجه اللي اضافه جديده. غير اضافه اللي غنضيف معكم هو هاد الطريقه كيفاش غادي نخدم الكيك. صافي هنا ضفت دوك القشور ديال البرتقاله محكوكه، ممكن تعوضوهم بالحامض الا بغيتو. صافي هنايا نبدا نضيف الطحين، تقريبا هزت ليا 2 ديال الكؤوس ونص ديال الطحين حتى 3 ديال الكيسان على حسب الطحين ديالكم وعلى حسب العصير ديال البرتقال. صافي كنضيفو غير بشويه بشويه وحنايا كنخلطو باش ما تجيناش الكيكه غليظه ولا ثقيله. وكنبداو كنكملوا بالفوي اولا الطراب اليدوي، كنحلوا دوك النواشف وسط من الخليط، وكنستمر على هاد الطريقه هذه حتى يعقد لي الخليط واحد شويه. غير القياس، يعني ملي كنجيو نكتبوا داك حرف 8 كما كنديروا كيتكتب لينا. هانتوما كتشوفوا الخليط كيتبدل القوام ديالو، وهكا كيدخل ليه الهواء مزيان وكيجي زوين ومهوي. بالنسبه للمول صراحه زوين بزاف، هو اللي داير ضجه هاد الايام، كلشي خداه. صالح لبزاف ديال الاستعمالات، ممكن ديروا فيه سطيله فطيره كنافه. المهم ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات في هذا المول اللي زوين كيجي رائع. المهم هنا انا اول مره نستعملو قلت اللهم ندهنو باش نتفادى اي اي كارثه. دهنتو لان راه ما كيلصقش، يعني واخا ما دهنوش راه ما كيلصقش، زوين لانه من الجرانيت وثقيل بزاف بزاف، والله الا ثقيل الحجم ديالو. وحجم عائلي، يعني لا جايين عندكم ضيوف غيكفيكم. بلا ما ديروا 2 ديال الكيكات كديروا كيك واحد كيجي رائع بزاف. صافي هنا دخلته يطيب عادي على 180 درجه، وبعد ما خرجته ها هو كنقلبوه على هذا الشكل. كتجي الكيكه خفيفه كما كتشوفوا بحال لي بابل اولا كيك البابلي، كتجي زوينه خفيفه ومهويه وزوينه. صافي هنايا ندوز نوجد معكم واحد الكريمه ديال البرتقال اللي غنغطسوا فيها الكيك. هنايا خديت تقريبا 700 غرام ديال عصير برتقال، يعني اطرو قل كاس، قل اطرو ديال العصير، حيت منه كاس ديال العنبه.
وغادي ندير هنايا نشا الذره اللي هي المايفين اولا نشا الذره هي اللي باش غادي نخدم. تقريبا غادي ندير 3 ديال المعالق. المهم ما تكثروش بزاف باش ما تجيكمش الكريمه عاقده وتجي ثقيله بزاف وتجيكم في هذاك المذاق ديال النشا ما تعجبكمش. المهم انا درت تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار. الا خصني ولا بانت لي باقي شويه خفيفه غادي نزيد واحد النص ولا معلقه. هنايا تقريبا هانتوما كما كتشوفوا درت 3 ديال المعالق عامرين. وغادي ندير السكر. انا ندير السكر غير شويه لان الليمون عندي حلو بزاف يعني ما نكثرش السكر. صافي درت هنايا غير 2 معالق. ممكن ديروا حسب الذوق اللي بغيتو. كاين اللي كيبغيها حلوه بزاف انا درتها غير القياس صافي. وكنحلوا داك المايزينا على البارد كنحلوها. في هذه المرحله ممكن تضيفوا واحد معلقه صغيره ديال النكهه ديال البرتقال. انا اكتفيت بالبرتقال بوحدو حيت تبارك الله كما قلت لكم دابا وقته متوفر وزوين وحتى اللوين زوين. صافي هنايا بعد ما الصوص ديالي درتها على عافيه مهيله حتى ولات ليا في هذا القوام. غنشارك معكم واحد لاستيوس مهم بالنسبه للاخوات اللي كيخدموا هذا الكيك هذا. ضروري تدهنوا المول بشويه ديال الزيت. ملي تبغيو تخويو الكريمه دهنوا المول تغسلوه وتنشفوه ودهنوه بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لكم هذيك الكريمه كلها ويضيع لكم داك المجهود اللي درتو. لان بزاف ديال الاخوات الله يهديهم ما تيقولوش هاد القضيه هذه اللي كيديروا حيت ضروري المول خاصو يتدهن باش ملي تبغيو تقلبوا الكيكه تجيكم ساهله ودغيا تحيد. صافي هنا خويت داك الكريمه كما كتشوفوا راه الفيديو موضح. وكنغطس في هذاك الكيك ديالي اللي كان هكا كنبدا كنورك عليه باش كيطلعوا داك الكريمه كتطلع للجوانب. وكنخليه حتى كيبرد مزيان. المهم انا راه واخا كزربت عليه ما خليتوش بزاف كان عندي شي غرض ودغيا صورت الطبق النهائي. المهم دخلوه للثلاجه وخليوه يبرد على خاطرو حتى كيشد في راسو. ومن بعد كنقلبوا الكيك ديالنا وكنزينوها بالتزيين اللي بغينا. كنصحكم تشريو هذا المول لان غادي ينفعكم بزاف واحد بزاف ديال الاستعمالات. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا ديال كيك البابلي نقولوا ليه كيجي رائع بزاف. المهم انا زينته هنايا بالكوك وبهذوك لي فخوي غوج اللي وقتهم دابا متوفرين. درت داك الكوك فحال لو تيم ديال الشتاء وديال الثلج. كنتمنى ان شاء الله الديكور يعجبكم. المهم هذا غير كيك درته لكوتي لوليداتي وبغيت نشاركه معاكم. كانت صراحه جات زوينه بزاف كما كتشوفوا خفيفه الكيكه جات خفيفه وكلها فازقه بالليمون يعني مغطوسه وزوينه. كنتمنى تعجبكم. انا قطعتها هنايا معاكم ضروري كوارث صافي هنايا غادي نقطعها قدامكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. عرفتي كتجي فازقه وكلها عصير البرتقال. انتم كما كتشوفوا حتى اللوين ديال داك ما فيها لا ملون لا نكهه لا حتى شي حاجه. فقط داك العصير ديال البرتقال عطاها واحد اللوين زوين بزاف. كتجي رائعه وخفيفه. كدوزوا بها كويس ديال القهوه ديالكم ولا ديال الاتاي في العشيه. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. وشكرا بزاف الاخوات اللي طبقوا الفيديو السابق ديال خبز الثوم. كنشكركم بزاف شكرا على كلامكم الطيب. كانت واحد نسبه تطبيق كبيره. كنشكركم بزاف وكنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. وما تنسونيش من اللايكات. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم وبسلامه عليكم الى فيديو قادم بحول الله.